وزارة الخارجية البريطانية تقوم بتوجيه تحذير للمسافرين السياح الذين يرغبون في زيارة المغرب عقب واقعة مقتل مغربيين في عرض البحر على الحدود الجزائرية المغربية. وقالت وزارة الخارجية البريطانية في تحذيرها الموجه إلى السياح البريطانيين الذين يرغبون في قضاء عطلتهم في المغرب: انتبهوا إلى أن الحدود بين المغرب والجزائر تمتد إلى البحر. إذا كنت على متن قارب أو تستأجر دراجة مائية فتأكد من معرفة مكان الحدود البحرية والبقاء بوضوح داخل المياه الإقليمية المغربية. تأكد من أن لديك ما يكفي من الوقود لتتمكن من العودة إلى الشاطئ المغربية. ويأتي هذا بعد واقعة مقتل مغربيين من قبل الجيش الجزائري في عرض البحر مساء الثلاثاء الماضي بعد دخولهما رفقة 3 أشخاص آخرين المياه الإقليمية الجزائرية على متن دراجات مائية عن طريق الخطأ إلى المنطقة البحرية الفاصلة بين الميناء الترفيهي للسعيدية ومرسى بن مهيدي. كما يذكر أن ناجي مغربي من هذه المجزرة أكد في تصريح لجريدة هسبريس في أعقاب الواقعة أن القوات الجزائرية تعمدت إطلاق الرصاص الحي عليهم رغم عدم فرارهم، مبرزا في تصريحه أن القوات المذكورة لم تصدر أي إنذار صوتي أو تطلق أي أعيرة نارية تحذيرية تجاههم، مشددا على أن القوات الجزائرية بادرت منذ الوهلة الأولى لرصدهم إلى التعامل معهم بإطلاق الرصاص الحي والكثيف نحوهم.